السلام عليكم، أنا هاشرح النهارده بعض المشاكل اللي بتقابلنا في البيفل وإزاي نحلها وإزاي نتفاداها. أول مشكلة معانا لو أنت جيت تزود حجم البيفل هنا هتلاقي الحواف بتدخل في بعضها وبتطلع منها التانية والدنيا بتبوظ خالص، ودوت طبعًا بسبب إن الحواف قريبة من بعضها، فيا إما إن أنت تصغّر الحواف في الedit mode مثلًا ممكن أدوس Alt وكليك شمال على دوّة وS وShift Z عشان أصغّر الدنيا، أو إن أنت تيجي هنا وتقول له clamp overlap وساعتها لمّا تزوّد الbevel مش هيخشوا في بعض ويطلعوا من الناحية التانية زي ما كان بيحصل، وطبعًا دي بتبقى متشيّكة by default في modifier الbevel ولكن في الedit mode ما بتبقاش معمولة. تاني مشكلة معانا هتلاقيني لمّا باجي باعمل bevel لو قُلت له يضيف لي modifier bevel هنا هتلاقي إنه ما فيش bevel خالص، طَب إزاي، إيه اللي بيحصل دوّة؟ لو أنا دخلت في الedit mode هتلاقي آجي أعمل bevel شكله عجيب أوي، إيه اللي بيحصل دوّة؟ طَب هتلاقي إن أنا لو قرّبت هنا في عندي double vertices فأنا هاروح أعمل كُلّه بA وأدوس M وأقول له merge by distance هتلاقي الشكل راح منّي خالص دوّة بسبب إن الbevel حجمه كبير جدًا، فهابدأ إن أنا أقلّله شوية لحد ما يرجع معايا، وبعد كده أنا معايا الbevel عادي جدًا. تالت مشكلة معانا لمّا آجي أعمل bevel هتلاقي إن شكله غريب جدًا، إيه اللي بيحصل؟ إيه ده، إيه ده، إيه ده، إزاي ده، إزاي أعمل bevel من هنا برضه ألاقي الدنيا بايظة؟ ده بسبب لو رُحت للoverlays هنا وفتحت الface orientation هتلاقي إن هو مقلوب، فأنا ممكن أحدّده من 3 وأقول له shift N وبكده هتلاقيها مضبوطة معايا لو أنا جيت أعمل bevel لأي حتّة هتشتغل معايا عادي، ولو أنت عايز تخلّي الface orientation مفتوحة على طول وتسيّفها ده هيبقى أحسن بكتير وممكن تشوف الshort دوّة من هنا. رابع مشكلة معانا هي شكل الbevel في الزاوية ديّة مش لطيف خالص، هتلاقي إن أنا ممكن أحلّها باروح للgeometry هنا وأخلّي الmiter outer arc بدل sharp وهتخلّيها ناعمة جدًا ومنسابة لفوق ورايحة مع الجيومتري، وشكلها ألطف بكتير. لو لسه مبتدئ وما تعرفش إيه الbevel والحاجات دي كلّها، هتلاقي كورس على القناة ممكن تتفرّج عليه وتبدأ بيه. خامس جزئية ديّة لو أنت عايز تعمل bevel لبعض الحواف بس في الbevel modifier هتلاقي إن أنا عشان أحدد الحواف ديّة بس وأعمل لها bevel ممكن أخلّيها vertex group وأروح للdata هنا وأزوّد vertex group وأدخل في الedit mode من tab وأحدد واحد هنا وأقول له shift G وأقول له direction عشان يحدد لي كل الحاجات اللي في نفس الاتجاه، وهاقول له assign وبكده المفروض إن هو يخلّي الbevel على الحواف ال4 دُولة، وخلّينا نروح للbevel ونقول له الvertex group بتاعنا دوّة، فهتلاقي إن هو ما زال على الحواف كلّها معمول لها bevel وما فيش حاجة اختلفت، فدوّة بسبب إن أنت لازم في الedit mode ما يبقاش عندك الاتنين vertex مسلّمين لبعض، لإنه الvertices اللي في الdata دلوقتي أنت لو مسكت دوّة ودوّة هتلاقي إن هُم مسلّمين لبعض في الvertex selection فدُولة كلّهم بيتعمل لهم bevel، فبالتالي الصح إن أنا أحدد كل حاجة وأقول له بكليك يمين subdivide بعد كده ممكن إن أنا أشيل كل حاجة بremove واختار مثلًا دوّة ودوّة وأقول له shift G direction وهاضطر طبعًا إن أنا أشيل الزاويتين اللي هنا بكليك شمال وكنترول في الedit mode وهاسحب على الاتنين التانيين، وبعد كده هاقول له assign فهتلاقي إن أنا عندي بقية الحواف اللي في الزاوية بتتعمل لها bevel والدنيا زي الفل. سادس مشكلة بتبان على بعض القطع أكتر من التانية بالذات اللي فيها تفاصيل، إنها تلاقي في بعض المشاكل في الshading هنا بتبان معانا بعد إضافة الbevel وديّة حلها إن أنت تروح تفتح hard normals هنا أو الأحسن إن أنت تضيف modifier من normals الweighted normal دوّة لإنه لو في booleans بعد الbevel أو في حاجات تانية الweighted normal بينضّف لك في الآخر ويضيف لك حاجات تانية، فمُفضّل إنك تستعمله، وبيدّيك shading كويسة جدًا وبيضبّط لك الدنيا أحسن مما كانت قبل وبعد. بس كده لو في مشاكل تانية بتقابلك ومش عارف تحلّها إزاي قُل لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.